السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هنبدا مع بعض شغل نواعم العيد، واول حاجه هنبدا بيها هي الكحك. الطريقه اللي شغاله بيها من سنين، وكمان شغاله بيها الشغل الاونلاين، وكل اللي اتعامل معايا بجد بيقول ان هم ما دقوش كحك بالجمال ده قبل كده. والطريقه دي كانت للشيف احمد القاضي، مجرباها من سنين ومفكرش اغيرها من كتر ما هي بجد رائعه. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم، وكمان عايزه الناس اللي مجربش تعمل كحك قبل كده تجرب معايا السنه دي، حتى لو بنص الكمية أو ربع الكمية. نجرب يا جماعة، مش هنخسر حاجة، بأي خامات هتطلع معاكم حلوة جدا. حتى لو ما عندكمش أدوات استخدموا ايديكم برضو هتظبط معاكم، وهتطلع بجد نتيجة رائعة إن شاء الله تبهركم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا. يلا نشوف وصفتنا النهاردة هنعملها ازاي. اول حاجه هحتاجها هي كيلو من دقيق الكحك والبسكوت، ولازم يكون نوع انا مجرباه قبل كده. ومعايا كمان 530 جرام من السمنه الساقعه. بسخن السمنه الاول تسخينه كويسه، مش بقدحها، وبعدين بدخلها التلاجة لحد ما تسقع وتجمد معايا. معايا كمان 200 جرام من اللبن الدافي، 60 جرام من السكر البودره، ربع كوبايه من السمسم المحمص، و10 جرام من الخميره، ومعلقه كبيره من السكر، و7 جرام من البيكنج باودر. اول حاجة هضيف الخميرة والسكر على اللبن الدافي، واقلبهم كويس واسيبهم يخمروا على جنب لحد ما احضر العجينة بتاعتي. وفي العجين هنضيف السمنة الساقعة، وهنشوف دلوقتي ليه عايزين السمنة تبقى ساقعة، عشان تدينا القوام اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. هضيفها مع السكر البودرة، وهشغل العجين الاول على سرعة هادية، وبعدين هعلي السرعة لحد ما الخليط يبقى هش معايا وكريمي بالشكل ده. كل ما كانت السمنة متسقعة كويس كل ما ادتني نتيجة افضل. هضيف بقى البيكنج باودر والسمسم على الدقيق واقلبهم كويس جدا مع بعض، وهبدأ اضيفهم على الخليط بتاعي والعجان شغال على سرعة هادية. هضيفهم كده واحدة واحدة. هحس الاول ان العجينة اتلمت معايا، وبعد كده هحس ان هي ساحت وبقت مشبطة بالشكل ده كده. طول ما هي العجينة ملمومة يبقى كده هي لسه ما اتبستش. اول ما تشبط معايا وتبقى بتلزق بالشكل ده اعرف ان السمنة اندمجت مع الدقيق كويس جدا. وكنت عاملة فيديو قبل كده بسيت فيه الدقيق مع السمنة من غير ما استخدم العجان، هسيبلكوا اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هنا بقى ضفت اللبن مع الخميرة على العجين، وزي ما انتم شايفين كده انا ما بعجنش، انا يدوبك بدمج باطراف صوابعي، بجيب من تحت لفوق لحد ما العجينة بتاعتي تتشرب السوائل، سواء بقى لبن او مية. اهم حاجة ان هي تتشرب السوائل من غير معجن فيها عجن قوي، هتبقى طرية معايا بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين قوامها حلو جدا. هغطيها بقى وابدا اشتغل فيها على طول، مش بسيبها تخمر. هنا هحضر الحشوه بتاعتي. انا مقطعه الملبن هنا قطع صغيره عشان يسهل عليا التشكيل، وبكون دهنه ايدي بالسمنه. ممكن تعجنوها بالسمنه لو حابين تعجنوا الملبن مع السمنه، لكن انا يا دوبك بدهن ايدي بالسمنه وبكوره كده بالشكل ده، وبيطلع معايا طري وزي الفل وما بينشفش في الفرن خالص. هنا بقى هاخد قطع احط عليها شوية من المكسرات. لو هعمله ملبن بس هعجن الملبن كله مع بعضه، لو هعمله بمكسرات بس هعجن الملبن كله بكمية المكسرات. لكن هنا عشان هعمل شوية وشوية فانا بعجنهم قطعة قطعة يعني. زي ما انتم شايفين الملبن بالمكسرات شكله عامل ازاي. هاخد هنا بقى العجوة هنا بكون مسيحة معلقة سمنة معاها على النار، وهرساها كويس جدا معاها، وبعجنها واكورها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا هبدأ اشكل العجينة بتاعتي، هاخد قطعة قطعة والينها بين ايديا واكورها بالشكل ده كده. وهنا انا هعمل الكحك السادة اول حاجة هعملها، وهستخدم لها المكبس ده. يفضل ان احنا نستخدم لكل نوع مكبس مختلف او نعمله نقشة مختلفة عشان نميز الكحك بتاعنا، خصوصا لو هيطلع اوردرات عشان ما نتلخبطش، او حتى هناكله في البيت لازم برضو نبقى عارفين احنا هناخد من انهي صنف. هنا بقى هبدأ ارصه في صاج مش مدهون اي مادة دهنية، وبكون مشغلة الفرن بتاعي للكحك السادة على درجة حرارة 180. بكون حاطة رف في تاني درجة في الفرن، ورف في الدرجة اللي قبل الأخيرة، يعني حاطة رفين في الفرن. بحط الأول الصاج على الرف المنخفض. أول ما أحس إن لونه كده غير، مش أخد لون، يدوبك لونه كده بدأ يحمر من تحت، هرفعه على الرف اللي فوق يكمل تسويته.
بياخد من 20 دقيقة ل25 دقيقة الكحك السادة. اما الكحك اللي بيبقى فيه حشوات بحطه على درجة حرارة 200، بدخله برضو على رف منخفض. اول ما يبدأ ياخد لون هطلعه على رف مرتفع يكمل تسوية من فوق. وانا بحب اديله كده تحميصة وسط، لا هي تحميصة غامقة ولا بيبقى فاتح قوي، وهنشوفها مع بعض. ولازم الكحك اللي فيه حشوات ما يستويش على نار هادية، لان لو استوى على نار هادية الحشوة هتنشف معايا. ودي اهم خطوة، ان احنا ما ننشفش الحشوة، مش ان احنا نعجنها بسمنة او ان احنا نعجنها من غير سمنة. انتوا هتشوفوها معانا عجنينها مش عاجنين معاها سمنة وهتطلع طرية وزي الفل. اهم حاجة التسوية هي اللي ما بتنشفش الحشوة بتاعتي. انا برضو حشيت هنا اللي بملبن سادة، وعملت له النقشة اللي انتوا شفتوها دي بالمكبس المختلف. هنا بقى هحشي الملبن اللي بمكسرات، هنقشه بالمنقاش بالشكل ده كده. يا رب تكون النقشة سهلة عليكم، لان طبعا اللي بحشوة المكسرات انا مش هقدر اضغطه لان المكسرات هتقطع لي العجين، فبخليها مرتفعة زي ما هي كده وبنقشها النقشة بالشكل ده كده. هنا برضو هعمل الكحك اللي بالعجوة زي ما انتم شايفين كده. بحط يا دوبك الحشو كده، العجينة بتبقى اطار حواليه، وهستخدم له برضو مكبس مختلف. ده كده الكحك السادة طالع معايا زي ما انتم شايفين، اخد تحميصة وسط، لا هي غامقة قوي ولا هي فاتحة، من فوق ومن تحت اخد لون حلو جدا. طبعا التسوية دي أذواق، يعني اللي حابب كحك فاتح عشان يبقى ناعم قوي زي ما تفضلوا. لو حد بيحب الكحك لا غامق قوي واخد تحميصة قوية، اهم حاجة لو طلعتيه فاتح لما تيجي تاكلي الكحكاية ما تفرفتش منك، لان ده هيبقى عيب في الكحك، وخصوصا لو هتطلعيه اوردرات. يعني ما خدش قطعة كده من الكحكاية بص الاقي الكحكاية انهارت من حوالين الحشو، ممكن حتة تقع بتاع، لكن مش كل الكحكاية تنهار كده من حوالين الحشو. ده كده هيبقى غلط في التسوية او ناقص تسوية. لو بقى اتحمص بزيادة ممكن الحشوة تنشف معاكي او ان هو يبقى طعمه ممرر شوية. طول ما انتي تفاديتي الاخطاء دي انتي كده شغالة صح. تعمليه فاتح، تعمليه غامق، زي ما تفضلي. انا عامة بحب اعمله وسط كده، يبقى ناعم وفي نفس الوقت اخد تحميصة كويسة. يعني كده ابقى اخدت كده الطعمين زي ما انتوا شايفين كده. العجينة بتاعتي يا دوبك اطار حوالين الحشوة، وبجد طعمه تحفة وناعم ومتماسك وكل حاجة. ان شاء الله تجربوا الوصفة دي وهتلاقوا احسن كحك ممكن تكونوا دقتوه قبل كده. ما تنسوش بقى لو جربتوه تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. اتمنى ان ناس كتير تعمل الكحك معايا السنة دي ونواعم العيد عامة، وتقولي ان هي اول مرة تجرب ان هي تعملها، وتشجعوا وتجربوا. جربوا يا جماعة، في نص كيلو، في ربع كيلو، جربوا مش هتخسروا حاجة. حتى كمان تجربوا نوعية الدقيق قبل ما تستخدموه، عشان حرام الخامات طبعا بقت غالية. وطبعا كل ما عملنا الحاجة في البيت كل ما بقت أوفر لنا وأحسن لنا وأنضف كمان وأفضل لولادنا. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا. والسلام عليكم ورحمة الله.